السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. والفيديو ده عملته بناء على تعليق قناة اليوتيوبر ويبقى الأثر مع محمد وإلهام، لما الأستاذ محمد كتب لي في تعليق على فيديو الشورتس، قال لي عايزين نعمل فيديو عن الناس اللي بيقللوا من شأننا وبيستهزئوا بنجاحنا. وانا كنت طلبت من حضراتكم في الفيديو الشورتس ان انتوا تقولوا لي عايزين نتكلم في ايه. فده اول فيديو هنعمله بناء على تعليق من اليوتيوبر محمد ويبقى الاثر مع محمد والهام. واتمنى من حضراتكم في الفيديو ده في التعليقات اكتبوا لي عن اي حاجه انتوا تحبوا تستفسروا عنها وانا اجاوب عليها. في ناس غريبه جدا في الزمن ده، اول ما يعرف انك عملت قناه على اليوتيوب يبتسموا ابتسامه فيها سخريه كده ويقول لك بقيت يوتيوبر. طبعا بيقولوها باستهزاء، وكانها تهمه، كانها جريمه، كانك قررت انك تمشي في طريق ممنوع. طب هو ايه العيب انك تكون يوتيوبر؟ العيب انك قررت تبدا؟ العيب انك قررت تتعب بدل ما تفضل تتفرج على الناس التانية اللي بتنجح؟ خلي بالك، الناس اللي بتسخر منك مش بتضحك عليك، لا، دي بتضحك على نفسها، لانهم شايفين فيك حاجة هم فقدوها. هم مش خايفين، هم خايفين من فشلهم، خايفين من الفشل بتاعهم وخايفين من نجاحك انت، عشان كده بيحاولوا يسحبوا نجاحك للأرض. هي دي طبيعة الناس اللي مش قادرة تحقق حاجة. لازم يقللوا من اللي بيحاولوا يطلعوا ويحاولوا ينجحوا ويحاولوا يحققوا طموحهم وأحلامهم. لو كل مرة حد سخر من حد ووقف، صدقوني عمر ما كان هيبقى فيه ناجح واحد على وجه الأرض. ياما ناس حققت نجاح وكان في البداية كانت الناس بتسخر منهم. تخيلوا بقى اللي حققوا النجاح، لو هم بطلوا بسبب سخرية الناس كانوا هيحققوا النجاح ويوصلوا للي هم وصلوا له؟ مش ممكن. كل اللي عملوا نجاح حقيقي الناس كانت بتسخر منهم من البداية. سخروا من اللي بدأ قناة من غير مشتركين، سخروا من اللي كان بيصور بالموبايل، سخروا من اللي كان بيعمل فيديو وبيتكلم فيه بلهجته، سخروا من اللي كان بيعمل فيديو وبيغلط فيه، سخروا من حاجات كتيرة قوي. بس لما تعب وصبر وطور من نفسه، نفس الناس دي بقت بتقول احنا كنا متابعينك من الاول. عشان كده اسمع دي مني كويس، ما تردش على اللي بيستهزأ بيك، رد بالفعل ورد بالنجاح. رد لما يشوف اسمك بيتصدر الترند وهو لسه واقف في مكانه بيتريق على الناس. خليك مؤمن بنفسك حتى لو الكل ضحك، لان اللي بيضحك النهارده بكره هيسقف لك. اليوتيوب مش لعبه، اليوتيوب حرب، صبر، تعب، تطوير، مواجهه. مفيش نجاح بيجي بالساهل، ومفيش احترام بيجي من اول يوم، لكن في يوم هيجي وهم نفسهم اللي بيقللوا منك هيطلبوا منك النصيحه. والفرق بينك وبينهم بسيط جدا، ان انت بدأت وهم لا. خليك دايما فاكر كل خطوة بتاخدها حتى لو كانت صغيرة اقوى مليون مرة من ضحكة استهزاء. اشتغل في صمت، خلي النجاح هو اللي يرد عنك. في النهاية رسالة لكل اللي بيستهزأ بصانع محتوى او بيستهزأ بحد عنده حلم. انت مش احسن منه، انت بس خايف تبدأ زيه. واللي مش قادر يبدأ ملوش حق انه يسخر من اللي بدأ. لو انت فعلا مؤمن بنفسك ما تبررش حلمك لحد. خليك نار هادية بتشتغل في صمت، ولما يجي يوم الانفجار محدش هيقدر يطفيك. طور من نفسك، خلي عندك إرادة وتحدي وعزيمة، خلي عندك قوة تحمل. ما تخليش حد يقف حائل بينك وبين نجاحك. اوعى تخلي حد يرجعك عن طموحك وهدفك. سيب اللي بيستهزأ بيستهزأ،
اللي بيستهزأ ده بيستهزأ عشان مش قادر يحقق حاجة، وخايفك انت تحقق الحاجة دي وتظهر فشله هو. اوعوا في يوم من الايام حد يستهزأ بيكم والكلام ده يأثر فيكم. يا ما قلت لكم، مادام بدأتم وحطيتوا رجلكم على اول السلمة، كمل طريقك، كمل طريقك نحو هدفك وطموحك وحلمك واملك. اوعى تتخيل ان الناس اللي بتستهزأ بيك او بيسخروا منك ان هم اصلا حققوا حاجة. اسأل نفسك، مين اللي بيستهزأ بيا؟ مين اللي بيسخر مني؟ مين اللي بيقلل من شأني ومن نجاحي؟ يا ترى اللي عمل ده حقق حاجة في حياته؟ انت اقعد فكر مع نفسك، هتلاقيه ما عملش اي حاجة. انت ترتاح، فما تخلوش الحاجات دي تأثر فيكم. اشتغلوا، ابذلوا مجهود، ما تخلوش حد يستهزأ ولا يأثر في معنوياتكم. ما تبصوش وراكم، بصوا لحلمكم اللي موجود قدامكم. الحلم موجود قدام عينيك مش وراك، فبلاش تبص وراك عشان ما تتعطلش. قاوم السخرية، قاوم الاستهزاء. انا عارف ان احنا كلنا مختلفين، وعارف ان في اللي يستحمل وفي اللي ما يستحملش، لكن الإرادة موجودة عند كل واحد. بتفرق بقى نسبتها من واحد للتاني. يبقى انا انميها، يبقى انا اقويها، اقوي ارادتي، اخلي عندي تحدي، اخلي عندي إرادة. اوعوا تخلوا حد يشمت فيكم. خلي دايما عندكم ثقة في نفسكم، وانتوا قادرين تحققوا كل النجاح، وانتوا قادرين تحققوا طموحكم وأحلامكم من غير ما حد يأثر فيكم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى كل التوفيق والنجاح لأهل البيت الكبير. هستنى منكم في التعليقات رأيكم على الفيديو. عايز تعليقاتكم تكون في صلب المحتوى. اخواتي اللي بيعملوا ايموشن ويطلعوا بيدوا ايحاء مش ليا. انا قلت لكم قبل كده كذا مره، حتى في قناتي القديمه قلت لكم ولا تفرق معايا، لكن اخواتكم بتفرق معاهم. الايموشن بيحسسوا ان انت مش مهتم بالمحتوى. قولوا لنا في تعليقاتكم ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم فيها. الاستاذ احمد فضل برضه في التعليق قال لي خليك على المحتوى القديم اللي هو التحفيزي اللي هو انا بعمله دلوقتي. فاكيد في اسئله بتدور في دماغكم عن اليوتيوب وعن المحتوى وعن الصورة المصغرة وعن الكلمات المفتاحية. اسألوا يا جماعة واحنا نرد عليكم. اسألوا وايدينا في ايدين بعض بمشيئة الرحمن هنوصل للي احنا عايزينه. آسف للإطالة، واشوفكم في فيديو تاني بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.